بص كلمتين بس على فضيحة المنتخب. بص يا جماعة بلاش كلام كبير، هي مفيش حاجة هتتحل وهيحصل زي اللي بيحصل كل مرة. ده هيطلع يعمل مقدمة نارية، وده حلقة استثنائية، وده مداخلة تاريخية. وهتلاقي إبراهيم فايق طلع بيزعق ويبرق، وسيف زاهر هيطلع معرفش ايه، وكلهم هيلفوا على القنوات كل واحد يبرق نفسه. وفي الآخر هيحصل زي ما بيحصل كل مرة، هما هيجرجروك لمشاكلهم الشخصية. كالعاده طبعا بقى احنا نتفرق كجماهير. يعني امبارح مثلا شيكابالا اول حاجه جت في باله قال لك ارض اكتوبر. ايه اللي دخل ارض اكتوبر في الموضوع ده؟ فطبعا شيكابالا اول ما يمسك الحديده ويقول الكلمتين دول، هو من قبل ما يقول، هو بتلاقي جمهور الزمالك، يعني هتلاقي صفحه ايطاليا بتجهز البوست كلمه تاريخيه من شيكابالا من قبل ما يقول اصلا حاجه. انت فاهم؟ حلمي طولان طلع علمها على هاني ابو ريده وقال لك الدوري. فمش هضحك عليك، طبيعي احنا كاهلاويه اول حاجه هتيجي في بالنا ايه؟ بيراميدز اللي انت جاملته وكنت بتتهم دايما ان الاهلي اللي بيتجامل بالمنتخب ولعيبه الاهلي ما بتروحش. طب انت بيراميدز لما رفض يبعت لعيبته شفناش حد اتكلم ولا حد اتضايق. فهم هيفضلوا ياخدوك في التقسيمه دي. تاني الاهلاويه هيمشوا ورا اللي بيقول اي حاجه سببها هاني ابو ريده، عشان احنا كاهلاويه ما نحبهوش، مع ان الزملكاويه مقتنعين ان ابو ريده بيجامل الاهلي مش عارف ازاي. والزملكاويه طبعا هياخدك تاني في حته الزمالك، وشيكابالا خدك في ارض اكتوبر. وايه اللي هيحصل في الاخر؟ مفيش حاجه هتحصل. حد هيقعد يتكلم يقول لك بقى الكوارث والسمسره بتاعت اكاديميات الكوره اللي بتخلي الاشبال والناشئين طالعين مش مؤسسين صح ان هم يلعبوا كوره. حد هيجي يقول لك بقى زي ما تجربة المغرب عملت توحيد طريقة اللعب على أعمار المنتخبات كلها، بحيث اللعيب لما يطلع للمرحلة العمرية اللي بعدها ما تفضلش بقى تغير المراكز بتاعه، ولا اصل المدرب القديم كان بيلاعبني ازاي بس اما طلعت هنا اتفاجئت بايه. حد هيكلمك على الاجنده الدوليه، يعني اللي بتروح تلاعب ماتشات وديه منتخبات ضعيفه او ما بتلعبش خالص وتقول لي اصل خايف من التصنيف. حد هيطلع يكلمك على ان انت تعمل مشاريع ان اللعيبه من وهي صغيره تسوقها بره وتحترف بره من سن صغير عشان تعمل منتخب قوي يبقى اغلبه محترفين. محدش هيكلمك في ده. فاحنا الله يا شيكا اديت لهم كلمتين حلوين على ارض اكتوبر. الله يا ابراهيم يا فايق يا بص غضب جواه خايف على المنتخب. الله يا حلمي طولان اتكلمت في موضوع بيراميدز اللي رفض يبعت لعيبته، بس الاهلي لما كان بيعمل كده معرفش. وهنخش في نفس الخناقه، اهلي زمالك ده مع ده ضد. ومحدش هيجي للمشكله الاساسيه ان انت مش حاطط بلان ومش حاطط خطه لتطوير الكوره. وهفكرك بطوله افريقيا هتحصل نفس الفضيحه، وهنخش في نفس الخناق. إيه اللي كان بيحبه حسام حسن واللي كان بيكره حسام حسن، وحسام حسن هيمشوه هيطلع يلف على القنوات ظلموني ضربوني طفوا سجاير في قفايا. وهنخش في نفس الخناقه ونفس اللفه ولف بينا يا دنيا.